ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، اللقحة اللبون من الإبل، فلا يطعمه يعني فلا يشربه. في هذا كله إشارة إلى أن الساعة تقوم بغتة، تفجأ الناس فجأة. ولا تقومن الساعة وهو يعني الرجل يليط حوضه، يصلحه ويسد شقوقه فلا يسقي فيه، فتقوم الساعة قبل ذلك، فتقوم الساعة قبل ذلك. ولا تقومن الساعة وقد رفع يعني الرجل أكلته اللقمة إلى فيه فلا يطعمها، رفع إلى فيه ومع ذلك لا يستطيع أن يدخلها في فمه. هذا صنف من الناس، وصنف تقوم الساعة ويده على الطعام أو في طريقه إلى الطعام، وصنف تقوم واللقمة في فمه فلا يستطيع أن يمضغها كما جاء في بعض الروايات. المقصود أن إذا قامت الساعة هجت كل شيء خلاص، والله المستعان. فالساعة لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة فجأة، يفسرها مثل هذا الحديث. وليس معناها كما قال بعضهم أن بغتة بحساب الجمل 1407. بعض من كتب في إشراط الساعة قال إن الساعة تقوم سنة 1407. من أين؟ قال بغتة كررت مرارا في القرآن، وبغتة 1407. كيف 407؟ في أحد يعرف الحساب الجمل؟ أبجد هوز حطين نعم، مجموع الحروف 1407 ولا أحتاج إلى أن نفصلها. لكن هل هذا هو المراد؟ لا والله ليس هذا هو المراد، وإنما المراد به فجأة، ولا يعلم متى تقوم الساعة لا محمد ولا جبريل ولا أحد إلا الله عز وجل. ولذا لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، يعني نستوي أنا وإياك على حد سواء، لا أنت أعلم مني ولا أعلم منك ولا أنا أعلم منك، بل لا يعلمها إلا الله. في 5 لا يعلم أن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. فالساعة تقوم بغتة يعني فجأة، والإنسان كما جاء في الأمثلة يرفع اللقمة إلى فيه فلا يستطيع أن يدخلها في فيه، يدخلها في فيه لا يستطيع أن يمضغها. مثل هذا الكلام يذكرنا بقول أبي الهذيل العلاف يعني استطرادا، ماذا يقول بالنسبة لأهل النار في النار؟ أنها تتعطل منهم الحركات، تتعطل منهم الحركات في النار. هو من يقول بفناء النار. نعم، المعتزلة رأيهم أن الجنة والنار تفنيان، وأبو الهذيل العلاف منهم تلطف كما يقول ابن القيم، فأراد أن يأتي برأي وسط يكون كالحجارة، تتعطل منهم الحركات والنار تخمد، وبعدين ما جاء بجديد. ابن القيم رد عليه في النوني بكلام طيب فليراجع.